السلام. معكم نوفل. هذا هو الجزء الأخير من قصتي أنا والميمة. المهم من بعد ما دوزنا داك النهار، في الليل مع ديك العشرة كتصوني عليا كتقول لي نوفل عافاك راني محتاجاك وما كاينش اللي نثيق فيه من غيرك انت. قلت لها ياك لاباس. قالت لي نسيت شي وراق مهمين في الدار وخصهم غدا يكونوا عندي. قلت لها باش نقدر نعاونك انا؟ قالت لي بغيتك تمشي للدار وتجيبهم ليا عافاك. قلت لها ما نقدرش واصلا ما عرفش دارك والليل هذا. وهي تقول لي غنصيفط ليك الطوموبيل بالشيفور وغادي يديك حتى للدار وغادي تلقى العساس يعطيك السوارت وغادي تدخل وغادي نقول لك فين تلقى الوراق. صافي انا ما لقيت ما نقول ليها وهي عارفه اصلا انني ما قاريش غدا وما كايناش شي سبه اللي نقدر نقول ليها. صافي وافقت، لبست حوايجي وتسنيت الطوموبيل تجي لعندي. دازت تقريبا شي ساعه كيصوني عليا واحد السيد كيقول لي انا اللي صيفطتني الاستاذه خديجه لعندك. قال لي فين ساكن؟ المهم قلت ليه فين ساكن انا بالضبط. صافي جا وداني للدار وانا شاداني الخلع حيت صاحبي دخل فيا الشك والتناوي. المهم وصلنا، هبطت لقيت قدامي واحد الدار كبيره ما شاء الله بحال المزرعه. وجا عندي العساس قال لي سميتك نوفل؟ قلت ليه انا هو نوفل. قال لي وصلتني مدام خديجه نعطيك السوارت. صافي عطاهم ليا ودخلت وصونات عليا خديجه، بدات كتنعت ليا فين كاينين الوراق، تلقيتهم وهزيتهم وخرجت. ركبت مع السيد وشادين الطريق للرباط. من بعد ما وصلنا عندها ما تصوروش كيفاش فرحات وكيفاش عنقاتني، وقالت للسيد اللي جابني صافي غير سير رجع لخدمتك. وقلت لها وانا؟ قالت لي غادي تجلس معايا حتى الصباح ونرجعوا انا وياك. وهي كانت في واحد الدار ديال شي صاحبتها تما. صافي قالت لي اتبات معايا واصلا كانت شي 4 ولا 5 ديال الصباح يمكن. دخلنا للدار وراتني واحد البيت فينا الناس وقالت لي ارتاح دابا حتى الصباح ان شاء الله وانا نفيقك. صافي نعست وقول ما نعستش حيت كنت خايف لا توقع شي حاجه. صاحبي دخل فيا الشك بزاف. المهم نعست شي شويه. الصباح جات كتدق في الباب، نوفل نوفل. خرجت لقيتها موجده فطور يا سلام، ومشيت غسلت وجهي وجيت نجلس نفطر. فطرنا وهي فرحانه حيت درت معها هادشي وثقت فيها. وصافي قالت لي يلا نخرجوا. وحنا خارجين دارت لي احسن تعنيقه وقالت لي انت احسن شخص ثقت فيه، شكرا بزاف نوفل. خرجنا صافي قضات شغلها وجينا راجعين بحال